أحمد سيد زيزو تقدم اليوم ببلاغات في النيابة العامة ضد كابوهات مدرج الزمالك والمعروفين بالاسم لدى شركة تذكرته، وهم المسؤولون عن الهتافات ضد أحمد سيد زيزو وزوجته. والنادي الأهلي يخطر زيزو بغلق ملف قضية الزمالك والتركيز مع الفريق، والنادي سيتولى المهمة وهو يعرف كيف يسيرها بالشكل الصحيح ويعرف كيف يحصل على حقوق نجومه. رابطة الأندية توقع غرامة مالية على الزمالك 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير لزيزو وزوجته. اتحاد الكرة استقر على إقامة البطولة خلال الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بطولة كأس السوبر المصري. استبعاد استاد برج العرب من إقامة المباريات الدولية والقارية عليه ويصبح استاد غير معتمد. منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان يقيم معسكرا بالإسماعيلية من 1 إلى 9 سبتمبر، ويتضمن مباراتين وديتان أمام تونس يوم 6 و9 سبتمبر على استاد الإسماعيلية استعدادا للبطولة المقررة. البطولة مقررة في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة الفرق العربية فقط. رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب تواجد في 8 صباحا في النادي، واجتمع مع اللاعبين قبل المران الصباحي، وحذر الخطيب اللاعبين من